إذا هناك تلاحق زمني غير عادي. وحين قال المتهم في تحقيقات النيابة العامة أن عملية الضبط تمت في هذا اليوم قبلها ب4 ساعات تحديداً، فإن كلام المتهم من وجهة نظر الدفاع هي الأصل، سيما أن ضابط الواقعة لم يقدم لنا متكئاً تتكئ عليه المحكمة الموقرة في أن عملية المراقبة أو عملية الضبط تمت كما زعم وكما قيل، فلم يقدم للنيابة العامة أو سلطة التحقيق أو الهيئة الموقرة ما يفيد صدق كلامه، سواء من أولا إثبات مأمورية في دفتر أحوال رسمي يقول أنا طالع الساعة من حضرتك الساعة 7 ولا من حضرتك الساعة 8 مليون الاسم ورحت وضبطت، أو يعطي شاهدا واحد من القوة المرافقة التي قال بالحرف وباللفظ أنها أحاطت المتهم بطريقة دائرية تمكننا من السيطرة وتمكننا من القبض على المتهم. لم يكفي بسمة شاهد واحد حتى نقول أن الرواية صحيحة وأن ما جاء على لسان الضابط وأن ما جاء على كلامه وما أجراه من تحريات أو عملية ضبط صحيحة وسليمة وتقوم المقام الصحيح في مجال الإسناد الجنائي. ولما كان الحديث حديث عقل ومنطق، ونتحدث دائما أمام أعلى رأس في الدولة، سادة العقل وسادة المنطق، في قرية يا فندم معلوم أفرادها للجميع ومتعارف بينهم وبين بعضهم البعض على سلوكيات أهل القرية. لو أنا بمفهوم المخالفة بتاجر في مواد المخدرات هستكر، مش هقف في طريق عام. ما هو كل برضه يا فندم إيه؟ إحنا حتى اتعلمنا في أحكامكم أن هناك منطق في الحكم لكل منطقة بما يتوافق وبما يتدارس وبما يعطى وبما هو لا يخالف القاعدة الأساسية. الهيئة الموقرة والمنصة علمتنا كده. منطق الحكم ومنطق التعامل في قرية يختلف عن التعامل في مدينة زي تل أبيب، يختلف في مدينة كبيرة زي مدينة الإسكندرية، يختلف في تعامل مع العاصمة الكبيرة القاهرة. في منطق لابد أن يجرى ولا بد أن يكون مسايرا لطبائع الأمور، وهذه دائما هي نصوص أحكامكم وأحكام محكمة العليا، التوافق والتطابق مع طبائع الأمور. هل هذا يا فندم يدخل عقل عاقل في قرية النهارده معروف ناسها وفيها ناس كويسة وفيها ناس وفيها هيقف على قارعة طريق تتاجر في المواد المخدرة؟ أمر يا فندم النهارده من وجهة نظر الدفاع يستعصي على الموائمة وينفذه أو ينقذه العقل ولا يتقبل. انفرد ضابط الواقعة بالشهادة يا فندم حجر بقية أفراد القوة عن الإملاء بشهادتهم، وفيما هو بين يديكم من أوراق لم يبين لنا طبيعة التعامل، وقد جهل السيد ضابط الواقعة مجري التحريات والقائم بعملية ضبط المتهم لم يبين لنا المكان تحديدا الذي يقوم به المتهم بالإتجار في هذه المواد المخدرة حتى تكون صورة منقولة ولا يستعصى عليها من الموائمة، وتكون هناك معاينة صحيحة صريحة بنص المادة 90 من قانون الإجراءات الجنائية التي تتطابق وتتوافق مع قانون الإجراءات الجنائية من أن المتهم مثلا بيتاجر في مكان غير معلوم وغير ملموس، لأن المعاينة هتقول أمر وارد حتى ولو لم تجرى في هذه التحقيقات، ولكنها أمر قائم بذاتها كإجراء من أي إجراءات وكثرة، إن أنه كفى أنه بجوار مسكنه. إيه بقى بجوار مسكنه؟ فأنه شارع، فأنه مكان، فأنه طريق، هل هو طريق عام؟ أنت قلت أحاطه بطريقة دائرية، هل هو في ميدان؟ لأن لزوم العقل يقول إننا طالما أحاطك بطريقة دائرية يبقى أنت في مكان معلوم للجميع في كافة، واقف في ميدان عام. أنت كده واقف في ميدان عام. يعني يا فندم النهارده ما قدمتليش حاجة تفيد، جهل لي مكان الضبط، يبقى العقل يستنبط الآن إن المتهم كان واقف على ميدان عام وأحاطه ضابط الواقعة هو وأفراد قوته وألقوا القبض عليه، وهذا الأمر يا فندم النهارده
غير مطابق لطبائع الامور وغير مطابق للحال ولا حتى مطابق للنفس. الامر موكول بين يديه، وما جاء من تحريات مكتسبه واقوال مختصره لا ترقى الى مرتبه الدليل، لم تنقل الواقع نقلا صحيحا تاما، لم تبين لنا دليل، لم يعطي لنا ركائز، وهذا كله يا فندم رؤيه صدر الدفاع. لم يبين ولم يعطي ركائز ولم يعطي متكئا للمحكمه حتى تقف على كلامه الصحيح، الا انه كلام مختصر من وجهه نظر الدفاع لا يرقى ابدا